الحقيقة إن أصعب تواصل هو إنك إزاي تتواصل مع نفسك، إحنا كلنا مش شبه بعض، كل واحد فينا عنده طريقة معينة إن هو يعرف يتواصل بيها مع الناس، عشان تبعت رسالة والرسالة دي ما تتوهش لازم تعرف تفك الشفرة دي كويس جدا، كتير جدا مننا حصل له مشاكل بسبب إنه بعت رسالة على واتساب، والرسالة دي اتفهمت غلط. النهاردة هنجاوب على شوية أسئلة تخليك تفهم كويس قوي إزاي تعرف تتواصل مع نفسك مع الناس. إيه هو أصعب أنواع التواصل؟ أصعب تواصل هو إنك إزاي تعرف تتواصل مع نفسك. الحقيقة إن إحنا بنبذل مجهود كتير أوي علشان نبتدي نفهم الناس، ونفهم أنماط الشخصيات، ونفهم طباعهم وبيحبوا إيه وبيكرهوا إيه، لكن الحقيقة إحنا بننسى أصلًا نفهم نفسنا، نفهم مشاعرنا، إيه الحاجات اللي إحنا بنرتاح عشان نعملها، إيه أفضل أوقات بنحب نتواصل فيها مع الآخر، إيه أفضل وقت باكون فيه مُنتِج، الصبح، بالليل، إزاي أعرف أفهم مشاعري. كل الحاجات دي هي عبارة عن مهارة. التواصل مش بس إنك تفهم اللي قدامك، التواصل بدايته بييجي من إنك إزاي تفهم نفسك، إزاي تعرف تتعامل معاها. مهارة التواصل وإنك تعرف تقعد مع نفسك وتتواصل معاها واحدة من أصعب المهارات اللي ممكن تقابلك، عشان كده أصعب تواصل هو التواصل مع نفسك. اوعى تنسى وأنت بتتواصل مع نفسك إنك تديها حقها، تديها حقها يبقى عندك جودة من الوقت تفهم فيها مشاكلك، تفهم فيها أهدافك، تفهم فيها أنت عايز توصل لإيه. كل الحاجات دي ممكن تكون المشاكل اللي بنبدأ بيها في حياتنا حلها بسيط جدا، إن إحنا نعرف إزاي نتواصل مع نفسنا، إزاي ندي لنفسنا وقت كافي علشان نفهم نفسنا، نفهم طباعنا، نفهم مشاعرنا، نفهم بناخد قرارات إمتى، إيه الحاجات اللي بتفرحنا وإيه الحاجات اللي بتزعلنا وإيه الحاجات اللي بتخلينا غضبانين، ولما بنعمل أي حاجة من الحاجات دي إيه السلوكيات اللي إحنا بنعملها. عشان كده محتاجين نركز كويس قوي إن إحنا ندي لنفسنا وقت ونعرف نفهم نفسنا كويس ونعرف نفهم إزاي نتواصل مع نفسنا. ليه ممكن الرسالة تتوه وأنت بتوصّلها لحد؟ الحقيقة الرسالة بتتوه لأسباب كتيرة جدًا، بس عشان نفهم هي ليه بتتوه، لازم نفهم التواصل والرسالة اللي أنت بتوصّلها للي قدّامك هي عبارة عن إيه. الحقيقة الرسالة ممكن تتوه لإن كل رسالة بنرسلها للآخر وإحنا بنتواصل معاه هي عبارة عن شفرة، كود أنت بتبعته للي قدّامك واللي قدّامك المفروض يفُك الشفرة دي، يعمل لها decoding. بس الحقيقة لو الشخص اللي قدّامك معهوش فَك الشفرة الرسالة هتتوه ومش هتوصل له. ممكن تكون بتتكلم بلغة اللي قدامك ما بيفهمهاش، لو انت بتتكلم بلغة عربية واللي قدامك ما بيفهمش اللغة العربية، وبالتالي الرسالة اللي هتروح ما عندوش فك الشفرة بتاعتها فمش هيفهمها. بس الحقيقة هو حاجز الشفرة مش بس في اللغة، هي الطريقة والألفاظ اللي انت بتستخدمها، مين اللي بيستقبلها. ساعات كتير جدا بنتكلم بلغة مختلفة عن اللي قدامنا، وهي انك ممكن تكون بتتكلم بلغة المنطق دايما واللي قدامك محتاج تتكلم معاه بلغة الإحساس والمشاعر. عشان كده إحنا مختلفين، فتعلم إزاي توصل الرسالة بالطريقة اللي قدامك هيقدر يستقبلها، فمهم جدا عشان الرسالة ما تتوهش. في حاجات كتير جدا بنعملها وإحنا بنوصل الرسالة، أولها إن إحنا بنختار قنوات وطرق توصيل الرسالة بطريقة غلط. ممكن يكون الشخص اللي قدامك مش مستعد أصلا إنك تتكلم معاه، فأنت اخترت توقيت غير مناسب بالمرة، أو مش دي أنسب وسيلة إنك تتواصل بيه معاها. ممكن يكون واحد بس هو مش محتاج منك أكتر من إنك تتكلم في التليفون معاه، لأنه ساعات كتير بيخاف من المواجهة. اديله مساحته واحترم ده علشان الرسالة ما تتوهش. واحد تاني مش هيفهمك غير لما تكون واقف في وشه ويشوفك وتتكلم معاه، ويشوفك وانت بتتكلم تعبيرات وشك عاملة ازاي، ويبتدي يسمع نبرات صوتك ويشوف لغة جسمك. دي أنسب طريقة ممكن تكون الرسالة ممكن توصل له. عشان كده احنا مختلفين، فاحنا قبل ما نبتدي نبعت رسالة ونتفاهم مع بعض محتاجين الأول نفهم بعض. هل في طريقة واحدة للتواصل ثابتة مع كل الناس؟ الحقيقة إن إحنا كلنا مختلفين ودي حقيقة ثابتة، يعني مفيش واحد بصمته زي التاني، فلو قررت إنك تتعامل مع الناس كلها بنفس الطريقة فأنت خسرت قطاع كبير جدا من الناس. كل واحد فينا ليه طريقة مختلفة، ليه طباعه، ليه مشاعره، ليه طريقة تفكيره. في مننا دايما اللي بيحب ياخد قراراته بناء عن مشاعره، في واحد تاني دايما هو شخص منطقي بيفكر أكتر ما بيحس، واحد تاني هو introvert ما بيحبش يتعامل مع الناس كتير وما بيروحش هو يتكلم مع الناس قوي، واحد تاني extrovert هو بيشحن طاقته من وجود الناس حواليه. فكل واحد فينا ليه طاقة وليه طريقة وليه مشاعر معينة بيبقى محتاجها وانت بتتواصل معاه. عشان كده انت محتاج تفهم أنماط الشخصيات وتفهم كل واحد بيحب ايه. عشان كده لو عايز تتواصل مع الناس كلها فانت محتاج تفهم كل واحد بيحب ايه وبيحب يتواصل ازاي.
لازم نعرف حقيقة معينة ومهمة جدا في التواصل وكتير مننا بيغفل عنها، وهي كل إنسان ليه طاقة في التعامل مع الناس. الطاقة دي يا إما بتستمدها من وجودك مع نفسك، يا إما بتستمدها من وجودك مع الناس. فأنت وأنت بتتواصل مع الناس اللي بيستمدوا طاقتهم من نفسهم، محتاج تهدي طاقتك وأنت بتتكلم معاهم. وفي ناس تانية مش محتاج تكون ممل بالنسبة لهم، يعني طاقتك لازم تبقى عالية وأنت بتتعامل معاهم. لو تعاملت مع كل واحد بطاقة مختلفة هتبقى ممل جدا بالنسبة لهم، وبالتالي مش هيبقوا مستمتعين بالحديث معاك، والتواصل دايما هيكون هو تواصل فاشل. عشان كده مهم إن احنا نفهم ونعرف أنماط الشخصيات، ولو في ناس بتحبهم ويهمك إنك عايز تتواصل معاهم بطريقة ناجحة، افهمهم. ادي لنفسك وقت إنك تفهم مشاعرهم، افهم إيه هي المحرك بتاع الطاقة بتاعتهم، بيحبوا ياخدوا قراراتهم بإيه، بيحسوا أكتر ولا منطقيين أكتر. أنا واحد من الناس اللي وقعت في المشكلة دي، كنت دايما بشغل عقلي ومنطقي جدا في التعامل مع البني آدمين، بس دلوقتي بحاول على قد ما أقدر أفهم اللي قدامي عشان دايما يبقى مستريح معايا. هل نبرة الصوت مهمة في التواصل ولا لأ؟ كتير مننا وهو بيتواصل مع الآخر بيفكر، بيدي أهمية للكلام اللي هيقوله، هقول إيه وهشرح إيه وإيه الكلام المظبوط اللي المفروض أوصله للي قدامي. بس يا صديقي، عايز أقول لك على مفاجأة، إن الكلام اللي أنت بتقوله للشخص اللي قدامك هو بيساعد إنك تنجح في التواصل وتوصل له بنسبة لا تتعدى 7% بس. أمال إيه كمان؟ أنت عندك 45% من نجاح التواصل متوقف على نبرة صوتك، طريقتك في الكلام وأنت بتتكلم. إمتى تعمل توقف للكلام علشان عايز تضغط على حاجة مهمة جدا للشخص اللي قدامك؟ امتى تتكلم بطريقة سريعة جدا وامتى تهدى؟ الحاجات دي بتخلي اللي قدامك يتشد لك وانت بتتكلم. كل ده بيحصل عشان يجذب الانتباه. عشان كده نبرة صوتك واحدة من الحاجات اللي محتاج تمرن نفسك عليها وانت بتتواصل مع الناس، ليها تأثير غير طبيعي، فمحتاج انك تركز فيها قوي. ساعات كتير جدا بنستغرب هو ازاي الناس ممكن تبيع عن طريق التليفون، وهل في بيعة ممكن تتم عن طريق التليفون؟ أو الناس اللي بتشتغل في خدمة العملاء بيعملوها إزاي؟ أو مذيع الراديو اللي أنت ممكن تقعد تسمعه طول الطريق وأنت في العربية. الحقيقة الناس دي بيستخدموا 45% من قدرتهم على التواصل، بس هم بيعملوها بمهارة عالية جدا، عشان كده بينجحوا حتى لو مش شايفهم قدامك. عشان كده ممكن يجي في وقت من الأوقات حتى لو أنت مش شايفه، فأنت ممكن تتخيل الشخص ده أو يبقى عندك فضول إنك عايز تشوفه أو تتعرف عليه. كل ده بس من خلال نبرة صوته. نبرة الصوت مش مجرد كلام انت بتقوله، نبرة الصوت هي قوة حيوية بتحسسك دايما بالشخص هو عايز يوصل لك ايه، الطاقة اللي عايز يوصلها لك، الإحساس والمشاعر اللي ممكن يوصل لك من خلال نبرة صوته. عشان كده نبرة الصوت هي قوة في التواصل. ليه أوقات كتيرة بعد ما أكتب رسالة على التليفون لحد أقول لأ أعدلها تاني يمكن يفهمني غلط؟ التكنولوجيا حاجة جميلة وليها آثار إيجابية كتير جدا في حياتنا، بس ممكن يكون من الآثار السلبية اللي بدأت تحصل في التكنولوجيا إنها بدأت تخلينا نستخبى ورا الشاشات، بدأت تخلينا نخاف نتكلم مع بعض، بدأت تخلينا نخاف نواجه بعض. عشان كده أسهل حاجة ممكن تعملها إن ممكن تبعت مسج على واتساب أو على فيسبوك وتقول للشخص اللي قدامك حاجة وتستخبى، أو تخاف يفهمك غلط فتبدأ إنك تبرر. الحقيقة التكنولوجيا خلتنا ناس بنستخبى ورا ستارة، مش عايزين الناس تشوف تعبيراتنا، مش عايزين الناس تحس بينا. كتير جدا بنفتقد لأهمية التواصل، لأن في جزء كبير جدا من التواصل معتمد على الفيجوال أو الرؤية، إنك تشوف الشخص اللي قدامك، تشوف لغة جسمه، تشوف تعبيرات وشه عاملة إزاي. ممكن يقول لك أنا مبسوط بس هو مش مبسوط، أو ممكن تبتدي تبرر الكلام اللي انت بتقوله انك تستخدم ايموجي معينة وانت اصلا مش حاسس بده. عشان كده اطلع للحياة، ما تستخباش ورا الشاشات. كتير مننا بيبعت رسالة وبعد ما يبعت الرسالة يبتدي يحس مش هو ده اللي كان قصدي. ده حقيقي لان انت هنا افتقدت حوالي 93% من نجاح التواصل، وهو ان نبرة صوتك مش موجودة، فاللي قدامك مش حاسس انت عايز توصل ايه. وفي نفس الوقت 55% مش موجود، هو الفيجوال، الحاجة اللي الشخص اللي قدامك عايز يشوفها، سواء كان تعبيرات وشك، سواء كان لغة جسمك، سواء كان حاجة معينة عايز توصلها له. عشان كده الرسالة عن طريق كلام بس أو تكست مسج هي قدرتها على النجاح لا تتعدى 7%، ده إذا كنت كاتب الكلام صح. عشان كده لو في مواضيع مهمة ومصيرية بلاش تتناقش فيها على واتساب، لأن أنت هنا هتفتقد ل 93% من نجاح التواصل. هتفتقد إنك مش عارف توصل أنت حاسس بإيه، مش عارف تخلي اللي قدامك يحس أنت حاسس بإيه، مش قادر تشوف تعبيرات وشه، مش قادر تشوف هو زعلان مبسوط متضايق، كلامك مؤثر فيه ولا لأ. المواضيع المهمة والمصيرية دايما أفضل طريقة هو إن إحنا نتواصل مع بعض
وجهًا لوجه، عشان نتجنب المشاكل الكتير جدًا اللي ممكن تحصل. عشان كده التواصل هو فهم للآخر، فقبل ما تتواصل مع الناس، افهم نفسك عشان تعرف تفهم اللي قدامك. خلّينا دايمًا فاكرين إن أحسن تواصل وأصعب تواصل إنك تتواصل مع نفسك، عشان الرسالة ما تتوهش محتاج تفُك الشفرة كويس جدًا. نبرة صوتك عامل كبير أوي في نجاح التواصل، اوعى تفتكر إن التواصل هو مجرد رسالة بتبعتها على واتساب أو على السوشيال ميديا، التواصل حكاية أكبر من كده بكتير.